قد الخضار في الأرض، قد الفرح والعرض، وخوفه ويا السد، والبرج في العالي، واكتوبر الغالي، ويناير النعمة، قد المطر والرعد، والحزن ويا السعد، قد الوجود كله، وشوفوا الوجود كام، وشوفوا بعد العد كم مر من الأعوام، قد اللي جاي، قد اللي فات، قد الحنان والأمهات، قد العرق والأبهات. بحبك 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 يا مصر. شرفتوني ونورتوني استاذ سيد البلوي، شرفتوني ونورتني ابن فلسطين الاستاذ رائد محمود قبيح، شرفتني ونورتني استاذ احمد الدبيني، شرفتني شرف ونورتني لي. واتمنى لكم التوفيق. وزي ما بقول دايما ان الكلمه لها معاني كثيره جدا ولها اهداف كثيره جدا، والكلمه سلاح قوي جدا، والقلم سلاح ايضا قوي جدا. فاعتقد ان الشعراء يستخدمون السلاح الذي لا يحكمه قانون أو يمنعه قانون. فسلاح الكلمة سلاح مهم جدا إن الشاعر يوصله للمستمع، وعلى المستمع أن يتفهمه ويبدأ في نقله لمن حوله. الشعر شيء مهم، سندوا الشعراء، انشروا الشعر في كل مكان، علشان في النهاية سلاحنا يوصل لكل مكان في العالم. بشكركم جدا. مش مواعيد البرنامج جمعة سبت حد اثنين الساعة 4 للساعة 5، والإعادة من 2 ل 3 صباحا. بقول للسادة المشاهدين السلام عليكم.